بيقولوا تقي شر الحليم إذا غضب، ما بالك بقى لو قرر إنه ينتقم. بيبدأ الفيلم ببطلنا تشارلي، شاب بسيط عايش حياة هادية مع مراته سارة، وبيشتغل مهندس تشفير في وكالة المخابرات الأمريكية. بيدخل جراج بيته وبيكون شغال على تصليح طيارة صغيرة قديمة ونفسه يطير بيها، وبتروح له سارة وتقول له إنها خلاص بتستعد عشان تسافر مؤتمر في لندن، وبتحاول تقنعه يروح معاها، لكن بيقول لها إن عنده شغل وبيودعها. بيروح تشارلي شغله وبيقابل عميل سري شغال في الوكالة اسمه تشاك، بيطلب منه تشاك يعدي عليه وقت استراحة الغداء عشان يصلح له الكمبيوتر بتاعه، وبيقول له انها هتكون خدمة مش هينساها له ابدا. بيروح تشارلي مكتبه ويلاقي رسالة من عميل بيتواصل معاه دايما اسمه الحركي انكوالاين. بيبعت لتشارلي ملف متشفر وبيقول له ان في معلومات خطيرة جدا ممكن تضر بالوكالة نفسها. بيحاول تشارلي يفتح الملفات لكن بيلاقي تشفيرها صعب جدا. بياخد تشارلي اللابتوب وبيدخل أوضة سرية فيها أجهزة تشفير أكبر، وبيقدر أخيرا إنه يفتح الملفات، وبيتفاجئ ان فيها مستندات لعمليات سرية، وكل عملية ليها نسختين، نسخة فيها تقرير حقيقي ونسخة فيها تقرير مزيف اللي بيبعتوه للصحافة. وفعلا بيدور على خبر حادثة منهم وبيلاقي الاخبار اعلنت عن تفاصيل مختلفة عن التقرير الحقيقي، وده معناه ان الوكالة بتنفذ عمليات سرية غير قانونية، وكل التقارير دي عليها امضاء عميل كبير في الوكالة اسمه مور. بيخرج تشارلي من الأوضة وبيكون مصدوم، وبيقابل واحد زميله وبيحكي له انه لقى معلومات خطيرة جدا، وبينصحه زميله انه يسكت وما يدخلش نفسه في اي مشاكل. بيرجع تشارلي بيته وبيحاول يكلم مراته اكتر من مرة لكن مش بترد. بيروح تاني يوم شغله وبيتفاجئ بالعميل مور اللي شاف اسمه في المستندات عنده في مكتبه، وبيبلغه انه مديرة الوكالة عايزاه. بيروح معاه لمكتبها ويلاقيها بتقول له ان مراته اتقتلت في هجوم ارهابي حصل على النفق اللي كانت فيه. بيتصدم تشارلي من الخبر وبينهار وبيكون مش مصدقهم، وبيوري له العميل مور صور كاميرات مراقبة من الفندق، وبيتأكد فعلا ان العصابة اللي هجمت على الفندق خدوا مراته رهينة وبعدين قتلوها. بيرجع تشارلي البيت وبيكون مصدوم وتايه ومش عارف يصدق اللي حصل ولا عارف يتصرف ازاي. بيروح تشارلي شغله تاني يوم وبيقابل العميل مور ومساعده، وبيقول لهم ازاي العصابة دي ما اتقبضش عليها لحد دلوقتي والمكان كله كاميرات، وبيطلب منهم يقولوا له اي معلومات عن العصابة علشان يوصل لهم، لكن بيرفضوا يقولوا له اي معلومات، وبيقول له ده مش شغلك احنا هنتصرف. بعد يومين بيروح تشارلي يستلم جثة مراته وشنطتها، وبيتفاجئ انها كانت جايبه له هدية قبل ما تتقتل. بيحاول يدور على اي معلومات على النت عن العصابة اللي نفذت الهجوم، لكن بيلاقي المخابرات مخبية المعلومات عن الصحافة تماما. بيقرر تشارلي يدور على المعلومات بنفسه ويستخدم الاجهزة اللي عنده في المكتب، وبيقدر يتتبع كل الكاميرات اللي موجودة في مكان الحادثة. وبيروح للعميل مور ومساعده يوريهم النتائج اللي وصل لها. بيقول لهم تشارلي ان العصابة مكونة من 4 اشخاص دخلوا من باب الصيانة الساعة 11 الصبح بعربية مسروقة، وقتلوا امن الفندق، ودخلوا على قاعة المؤتمر اللي كانت فيه مراته وخدوها رهينة هي واتنين كمان. وبيحلل تشارلي اصوات العصابة اللي ظهرت في كاميرات المراقبة، وبيوصل لاول واحد فيهم اسمه مشكا من روسيا، والتاني اسمه لورانس من جنوب افريقيا وكان ضابط في القوات الخاصة زمان قبل ما يبقى ارهابي. التالت بقى اللي قتل مراته ما اتكلمش وما قدرش يسجل صوته، لكن قدر يحدد هويته من كاميرات الموبايلات الموجودة في المكان لحظة خطف مراته، وبيعرف ان اسمه هورست وده قاتل مأجور. وبيقدر تشارلي يتتبع الشخص اللي دفع لهم عشان ينفذوا العملية دي، وبيقول لهم انها عميلة مخابرات ارمينية اسمها جريتشن وعايشة في باريس. بيفتكر تشارلي انه عمل انجاز لما قدر يوصل للمعلومات دي، لكن بيتفاجئ ان العميل مور ومساعده عارفين كل ده، وبيقولوا له احنا سهل نجيبهم بس احنا عايزين نوصل للي اعلى منهم كمان. وبيطلبوا منهم يسيب لهم المهمة دي ويروح لدكتورة نفسية تساعده في تخطي الصدمة قبل ما يرجع لشغله من تاني. بيحس تشارلي انهم مش مهتمين بالقضية ولا هيجيبوا حق مراته، وبيقرر تشارلي ينتقم بنفسه. بيروح تاني يوم للشغل وبيخبي في الكارنيه اللي بيدخل بيه الوكالة شريحة نقل بيانات صغيرة بينقل عليها الملفات اللي بعتها له العميل الغامض انكوالاين، وبيطبع منها نسخة. وبيروح مكتب العميل مور ويوريه الملفات وبيهدده بيها، وبيقول له انه ممكن يوريهم لمديرة الوكالة او يبعتهم للصحافة وساعتها يتفضح هو والمساعد بتاعه. وبيقول له تشارلي انه برمج الجهاز بتاعه لو ما دخلش عليه كل 5 ساعات الملفات دي هتتبعت اوتوماتيك لصحفيين كبار، يعني لا يقدروا يقتلوه ولا يسجنوه ولا هيقدروا يلاقوا الجهاز اللي عمل بيه البرمجة دي. بيسألوا العميل مور انت عايز ايه مقابل التهديد ده، وبيقول له تشارلي انه عايزهم يدربوا ويبقى عميل وياخد حق مراته بنفسه. بيقلق العميل مور من كلام تشارلي وبياخد رأي مساعده اللي بيقول له ممكن نبعته يتدرب لحد ما ندور وراه، ولما نوصل للملفات اللي معاه نقتله في التدريب كأنها إصابة وخلاص. وبيوافق العميل مور على الفكرة وبيقول له ابعته للعميل هندرسون يدربه. بيبعتوا تشارلي المركز تدريب تبع المخابرات، وهناك بيقابل العميل هندرسون
هاندرسون. وفي نفس الوقت بيبدأ العميل مور وفريقه يدوروا ورا تشارلي، وبيلاحظوا انه في اليوم اللي هددهم فيه وقف في اماكن كتير في الوكالة ما فيهاش كاميرات واضحة، يعني ممكن يكون مخبي الملفات في مكتبه. وبيبدأوا يدوروا ويقلبوا المكان لكن مش بيلاقوا اي حاجة خالص. في الوقت ده بيكون تشارلي بدأ تدريبه وبيحاول العميل هاندرسون يدربه على ضرب النار، لكن تشارلي نظره ضعيف ومش بيقدر يشوف من مسافة بعيدة، وكمان بيخاف لما بيمسك المسدس. وبيستغل العميل مور غياب تشارلي في التدريب وبيبعت قوة تفتش بيته، وبرضه ما بيلاقوش حاجة، لكن بيلاحظوا انه راح اكتر من مرة البار قريب من بيته. وبيروحوا البار وبيفتشوه لحد ما اخيرا بيلاقوا اسطوانة كمبيوتر شكلها غريب، وبيفتكروا ان تشارلي خبى فيها الملفات. في مركز التدريب بيفشل تشارلي في كل المهارات، لكن بيكون شاطر جدا في تصنيع قنابل. وبيجهز له العميل هاندرسون باسبورات باسماء مزورة عشان يقدر يتحرك بيها، وبيسأله ايه خطتك عشان تقتل العصابة دي، وبيقول له تشارلي انه ما عندوش خطة محددة وهيتصرف حسب الظروف. لكن العميل هاندرسون بيقول له ان ده مش صح، وبينصحه يرجع عن اللي في دماغه، وبيقول له مهما دربتك انت مش قاتل ومش هتعرف تخلص عليهم. في وكالة المخابرات بيكون العميل مور فاكر انه وصل للاسطوانة اللي فيها الملفات اللي مخبيها تشارلي، لكنهم بيتفاجئوا انها كانت خدعة والشفرة اللي عليها وهمية. وبسرعة بيتصل العميل مور على العميل هاندرسون وبيأمره يقتل تشارلي، لكن بيكتشف هاندرسون ان تشارلي هرب ومعاه الشنطة اللي فيها الباسبورات المزيفة اللي هو عملها له، وبيستغرب ازاي عرف انهم ناويين يقتلوه. وبيتفاجئ العميل مور ان تشارلي كان حاطط له سماعة في الملف اللي اداهوله لما هدده، وطول الوقت ده كان بيتصنت عليه. بيوصل تشارلي للمطار وبيسافر من امريكا لندن، ومن لندن لباريس عشان يوصل للعميلة جريتشن. وبيعرف العميل مور من المطار انه رايح باريس، وبيبعت هاندرسون وراه عشان يقتله. بينزل تشارلي في شقة قريبة من كافيه بتروحه جريتشن دايما، وبيبدأ يتتبع موبايلها ويمشي وراها لحد ما يعرف بيتها. بيدخل البيت وبيفتش فيه ويصور جدول مواعيدها، ويلاقيها سايبة مسدس وبياخده. وقبل ما يخرج من البيت بيتفاجئ بيها رجعت تاني وبيستخبى، وبيحاول يضرب عليها نار لكن ايده بتترعش وبيخاف وبيرجع شقته بسرعة. بيتوتر تشارلي وبيبدأ يبص في جدول موعدها اللي صوره، ويعرف ان عندها ميعاد تاني يوم الصبح في عيادة المرضى الحساسية. بيشتري تشارلي ورد كتير جدا وبيروح وراها العيادة، وبيتسلل لأوضة بتعمل فيها جلسة، وبيقفل عليها الباب من بره، وبيبدأ يحط لها غبار الورد اللي اشتراه في أنبوبة الأكسجين اللي بتتنفس منها. وطبعا عشان هي مريضة حساسية الغبار بيخليها تتخنق وبتبدأ تصرخ وبتترجى يسيبها. بيسألها تشارلي عن مكان هورست لكن بترفض جريتشن تقوله، وبيخرجها قبل ما تتخانق عشان يعرف منها مكان، لكن بتهاجمه بسرعة وبتهرب من العيادة. وبيجري تشارلي وراها، قبل ما يوصل لها بتخبطها عربية وبتموت في ساعتها. بيجري عليها تشارلي وبياخد موبايلها وبيهرب من المكان، وبيرجع شقته ويلم هدومه وبيروح مارسيليا. في الوقت ده بيوصل خبر موت جريتشن لمديرة الوكالة، وبتسأل العميل مور وبيقول لها انه ما يعرفش حاجة عنها، لكن بتشك مديرة الوكالة فيه وبتبدأ تحس ان في حاجة غلط. في مارسيليا بيروح تشارلي البار وبيبقى مصدوم من اللي حصل، وفجأة بيلاقي هاندرسون قدامه. بيحاول يهرب منه وبيدخل بار تاني، لكن بيلاقي هاندرسون برضه وراه. بيقعد تشارلي يتكلم معاه وبيحاول هاندرسون يقنعه انه يقف لحد كده، لكن تشارلي بيقول له انه مش هيقف الا لما يخلص عليهم كلهم. وبيدخل الحمام يحط قنبله صغيره ويفجرها، وبيستغل هروب الناس من المكان وبيهرب من هاندرسون هو كمان. بيفتكر تشارلي العميل الغامض انكوالاين اللي كان بيكلمه وبيبعت له رساله بيطلب منه انه يساعده، وبيوافق العميل انكوالاين مقابل 500 يورو ويهربه في طياره شحن لاسطنبول، وهناك بيبعت له عنوان كافيه قابله فيه. وبيكون تشارلي فاكر انه عميل راجل، لكن بيتفاجئ انها واحده ست. بتطلب منه يقابلها بره، وبيحكي لها تشارلي اللي حصل لمراته وانه عاوزها تساعده في الوصول لباقي العصابه. وبتحكي له انه جوزها كان عميل برضه في المخابرات الامريكيه واتقتل من 6 سنين، وهي خدت مكانه بنفس الاسم الحركي. وبتقول له انها موافقه تساعده عشان حاسه بالغضب اللي جواه، وبتاخده لبيت صغير في مكان بعيد علشان تخبيه. بيبداوا هما الاتنين يدوروا على معلومات عن باقي العصابه، وبتقول له انه لورانس ده مستخبي طول الوقت ومش هنوصل له بسهوله. لكن مشكا ده بينشر صور ليه دايما على الانستجرام وممكن نتتبعه من الصور. وفعلا بيلاحظ تشارلي ان اخر صوره ليه في اسبانيا وبيقدر يعرف مكانه. في الوقت ده بيكون العميل مور هيتجنن ويوصل لتشارلي ومش عارف ازاي بيهرب منهم كده، لكن بيفكر انه لو وصل لافراد العصابه دي هيقدر انه يوصل له.
وبتبدأ مديرة الوكالة تشك فيه وتقول له انه لازم يعرفها كل حاجة عن شغله، لكن بتوصل لها معلومات انه بعت العميل هاندرسون لاسبانيا وبيحاول يقتل تشارلي من وراها. بيوصل تشارلي للفندق اللي فيه مشكة في اسبانيا وبيبدأ يلاحظ تحركاته وياخد باله انه كل يوم بالليل بيقوم في حمام السباحة الازاز اللي على سطح الفندق لوحده. بيبدأ تشارلي يجمع معلومات عن تركيب حمام السباحة ده وبيشتري معدات ويركبها في الحمام من غير ما حد يشوفه. وبيروح لمشكة لما بيبدأ يعوم ويسأله عن مكان هورست، لكن بيرفض مشكة يقول له اي معلومة. وبيشغل تشارلي المعدات اللي ركبها وبيعمل ضغط هواء جامد جدا بين طبقات حمام السباحة لدرجة انه بيتكسر وبيقع كله من فوق سطح الفندق، وبكده بيموت تاني واحد في العصابة بعد جريتشن. في الوقت ده بتكون العميلة انكوالاين بتراقب الكاميرات وبتقول لتشارلي ان هندرسون وصل للفندق وهيطارده، وبيحاول تشارلي يهرب منه لكن بيتفاجئ ان العميل مور بعت عميل كمان عشان يقتل تشارلي ويلاقي هندرسون بيدافع عنه ويساعده يهرب، ومش بيرضى يقتله لانه اتعاطف معاه. بيتجنن العميل مور من اللي حصل، لكن بيلاحظ في الكاميرات ان تشارلي بيكلم حد في سماعة وبيبدأ يدور وراه ويعرف ان في عميل اسمه انكوالاين بيساعده. بيدور على بياناته وبيكتشفوا انه مات ومراته خدت مكانه ويقدروا يتتبعوا مكانها في اسطنبول. وبيبعت العميل مور قوة خاصة تهاجم بيتها وبتحاول تهرب هي وتشارلي، لكن للأسف بتيجي فيها رصاصة وبتموت. بيهرب تشارلي من المكان وبيبقى متضايق انه تسبب في موتها ومش عارف يتصرف ازاي. وفجأة بيلاقي رسالة وصلت على موبايل جريتشن من واحد في العصابة اسمه إليش بيطلب يقابلها في رومانيا عشان يشتري شحنة سلاح. بيسافر تشارلي لرومانيا في عربية تهريب ويروح المكان اللي هيقابل فيه إليش، وقبل ما يدخل بيصور نفسه ويهكر كاميرات مراقبة دولية وبيركب صورته على وش واحد ماشي في شارع في برلين عشان يضلل العميل مور وما يقدرش يعرف مكانه. بيوصل إليش المكان وبيلاقي تشارلي سايب له موبايل وشحنة السلاح. بيفتح إليش صندوق الشحنة وبيتفاجئ انه جواها قنبلة. بيتصل عليه تشارلي وبيقول له لو قفلت الصندوق القنبلة هتنفجر، بس ممكن اوقفها لو قلت لي مكان هورسك. وبيخاف إليش من تهديد ويقول له انه هورسك عايش في مركب في مينا في روسيا، وبيسأله تشارلي ممكن يوصل له ازاي، وبيقول له إليش انه بيبعت له رسالة لما يحب يقابله وبيقول له فيها كلمة سر متفقين عليها. وبياخد منه تشارلي موبايله ويمشي من المكان وبيسيب القنبلة تنفجر فيه. بيروح تشارلي للمينا اللي قال له عليها وبيدور على هورسك وبيلاقيه اخيرا وبيبدأ يراقب تحركاته، لكن بيتفاجئ بالعميل تشاك اللي قابله في اول مشهد وبيكون فاكر انهم باعتينه علشان يقتله، لكن تشاك بيقول له انا جيت بنفسي عشان خايف عليك وانت خدمتني قبل كده وحبيت ارد لك الجميل. وبيقول له انه مش هيقدر يطلع من هنا عايش، الروس مش هيسيبوه، لكن تشارلي بيقول له انه مش هيتراجع وهيكمل انتقامه للنهايه. تاني يوم بيشتري تشارلي مجموعه معدات واجهزه عشان ينفذ خطته ويروح للمكان اللي شاف فيه هورسك، لكن بيتفاجئ بحد ضربه من وراه وبيخطفوه وياخدوه للمركب اللي عليها هورسك. بيسأله هورسك مين بعته، لكن تشارلي بيقول له انه لوحده جاي عشان ينتقم لمراته اللي قتلها. بيتريق عليه هورسك وبيقول له انه جبان وما قدرش يقتل باقي العصابه غير بقنابل من بعيد، وبيديله مسدس ويقول له لو راجل اقتلني، لكن تشارلي مش بيقدر يقتله. بيقول له انا كل اللي كنت عايزه ان اشوفك خايف وتحس الاحساس اللي مراتي حست بيه قبل ما تموت. وفجأة بيطلع صوت عالي جدا من المركب وبيبدأ يتحرك في اتجاه بعيد عن المينا. بيتصدم هورسك وبيبقى مش فاهم اللي بيحصل، وبيقول له تشارلي انه قادر يهكر نظام تشغيل المركب وكان قاصد يخطفوه عشان يدخل لغرفة القيادة ويخلي المركب يتحرك في اتجاه فنلندا، وبكده هيكون هورسك دخل في حدود دولة تانية. وكمان تشارلي كان مبلغ المخابرات في فنلندا عنه قبل ما يطلع المركب. وفعلا بتوصل قوات الانتربول الدولية وبيتقبض على هورسك وكل الفريق اللي معاه على السفينة. بيرجع تشارلي لأمريكا وبتتكشف خطة العميل مور والعمليات السرية الغير قانونية اللي عملها، وبتأمر مديرة الوكالة بالقبض عليه ومحاكمته. وبيروح تشارلي لقبر مراته وبيكون مبسوط انه اخيرا جاب لها حقها، وبيتفاجئ بالعميل هاندرسون واقف قدامه وبيقول له انه فخور باللي هو عمله. بيرجع تشارلي لبيته وبيصلح الطيارة اللي عنده في الجراج واخيرا بيقدر انه يطير بيها. ولحد هنا بيخلص ملخص فيلمنا النهارده. يا ريت ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير وتفعل زر الجرس علشان يوصلك مننا كل جديد، وما تنساش تسيب لنا رأيك تحت في الكومنتات. نشوفكم في الملخص اللي جاي. سلام.